كتبدا القصه مع مجموعه ديال المسلحين هاجمين على واحد المركز ديال الابحاث في بريطانيا. من الطريقه اللي داهموا بها المركز وكيفاش ما خلاو حتى شي فرصه للحراس، باينه مدربين وموجدين مزيان لهذا الهجوم. صفوها لكاع السيكوريتي، دخلوا للمركز، هدوا الباحثين اللي وسطوا، خلاوهم سلموا لهم واحد الاختراع كانوا خدامين عليه، وزرعوا قنبله في المركز وعفاط. يلاه بعدوا شويه سالوا على التنازل اللي في القنبله، وكتسمع ديك بوم، انفجرت القنبله في المركز، صفتها لكاع العلماء اللي وسطوا. هذا نورمان الرئيس ديال الاستخبارات البريطانيه، مع وصلوا داكشي اللي وقع في مركز الابحاث استدعى العميل نيتن عاود ليه البلان وكلفوا يسترجع الحموله اللي سرقوا المسلحين. سولوا نيتن شنو كان في ديك الحموله اللي تسرقات، هنا غيصدموا باللي داكشي اللي تسرق كانوا خدامين عليه بسريه كبيره، والوحيدين اللي عارفين شنو ديك الحموله هما العلماء اللي كانوا خدامين عليها. اييه سولوهم، ويلي على فكره والله ما جاتنا البال. كتناز عليا ياك؟ لا انت اللي كتناز عليا، راه كاملين عقدوهم في الانفجار، شكون غنسولو؟ يعني غتكون المهمه ديال ايتن يعرف بعدا شنو داكشي اللي تسرق، عاد موراها يحاول يسترجعوا. في الاخير قال لي نورمان اكيد تكون شي حاجه مهمه، حيت وصل لهم انها معروضه للبيع بملايير الدولارات، وطلب منه يجمع فريق يعاونوا في المهمه. ايتن مع سمع ديك جمع فريق، اول شخص طاح ليه في باله هو واحد العامل سميتو اوسن. قالها نورمان بحث لي عليه، لقى كيدوز العطله ديالو في المغرب، وديك الساعه شد الطياره لتما لهنا زعما، واوسن في الشومبر ديال لوطيل اللي نازل فيه حتى دخل عليه ايتن. وشكون غيكون هذا العامل اوسن؟ حبيبنا القراع. وملي تشوف هذا القراع في بدايه القصه شنو غادي يطرا؟ نقولوها جميع غترون. اوسن شاف نيتن قدامه كحل بالعمى، عارفو كيجيب غير الخبارات الملاوطه، عطاه الدوسي ديال القضيه، عاود ليه البلان وشنو خاصهم يديروا، وتحركوا الاسبانيين يتلاقاو جوج ديال العملاء اخرين غادي يعاونوهم في القضيه. وهما شادين الطياره، سول القرع ايتن كيفاش غادي يوصلوا للحموله وهما ما عارفين لا شنو هي ولا شكون غادي يشريها. هنا غيفهموا ايتن باللي ديك الحموله كتسوى مليارات الدولارات، وانطلاقا من هذه المعلومه جمعوا ليست فيها كاع المليارديرات المشبوهين واللي بانوا لهم عندهم القدره الماليه باش يشريوها. وصلوا لاسبانيا، لقاو دوك جوج عملاء كيتسناوهم في المطار، لويل العميل جيجي وهذه العامله ساره. ونقولوها جميع هاد ساره راه قنبوله. ساره بالاضافه لتبوغيسا كانت ذكيه بزاف، غير وصلوا المعلومات ديال القضيه بحثت على كاع المليارديرات، وقدرات بسهوله توصل لواحد، عرفات باللي هاد النهار غيدخل الحموله الاسبانيه باش يبيعها للمشتري. ما عرفوا منها هادشي، ضربوا اللاسلكيات في ودنيهم، خلاوه في واحد الفندق، اخترقات الكاميرات ديال المطار باش تعطيهم التعليمات. واللوين والقرع خداو معاهم جوج بنات اخرين، وقصدوا المطار يراقبوا التاجر اللي غيوصل الحموله باش يعرفوا شكون غادي يشريها من عنده. مع دخل التاجر المطار، قدرات ساره تحدد الهويه ديالو وراتها ليهم، وفي البلاصه بدا القرع واللي معاه تابعين. الامور كانت غادا مزيان، التاجر قدام عينيهم، ولكن في هاد اللحظه خرج واحد ضرب العامله الاولى اللي مع القرع غيبها، خرج واحد اخر غيب العامله الثانيه، وغيبان بلي كاين شي حد اخر في المطار كيحاول يوصل للتاجر قبل منه. صحابنا في الاول ما داو ما جابوا، ولكن ملي حاولت ساره تواصل مع دوك جوج عاملات وما جاوبوهاش، حسات بالقضيه فائنه، بغات تدور الكاميرات تشوفهم، لقات الباس ديالها تخترق. هنا صافي تاكدات بلي دخل معاهم الزايد، قالت هادشي للقرع، قالها لايتن دور التليفون للمقر، وفي البلاصه عرفوا بلي شي عامل سميتو مايكل كيحاول يوصل الحموله قبل منه. حاولوا الرجال ديال مايكل يغيبوا حتى القرع، ولكن هيهات صاحبنا البق ما يزهق، شير عليه الاول بصاعق خوالي دار ضرب حبوا العنق غيبوا، وخدا ليه الصاعق حطوا الاخر في الرباح وراس المال. ربي السلامه، الوليدات مشاو الوليدات. والتاجر خارج من المطار، دوروا جوج اخرين من الرجال ديال مايك، وهما كيحاولوا يبزوا عليه يركب معاهم في الطوموبيل، ما عرفوا القرع مين خرج ليهم. السلام عليكم، الله يعاونكم. شير الاول بكروشي للوجه دوخو، عاودوا بكروشي اخر للرباح وراس المال، وصافي القرع ضرب شويه الفوق، هاكا صاحبي كيشجن كاين غا تما. عاود الاخر غيبوا حتى هو، وقبل ما يجيو شي وحدين اخرين وقف عليهم ايتن فيرغون، شروا التاجر طلعوه ليها وعفا. صحابنا كان كيحسب لهم هاد التاجر هو اللي سرق الحموله، ولا على الاقل شراها من عند دوك المسلحين، ولكن ملي بحثوا معاه اكتشفوا انه مجرد وسيط، خطفوا ليه مراته وبزوا عليه يوصل الحموله لواحد في اسبانيا. يلا الحق يعطيهم البلاصه والوقت ديال التسليم. جاتو نوبه قلبيه، وفي البلاصه عقدهم حلوا صحابنا ديك الشنطه اللي كان موصل، لقاو فيها واحد ديسك دور، وهما كيحاولوا يجبدوا المعلومات اللي فيه. خرج قدامهم كان قطع عليهم الطريق، دوروهم الرجال ديال مايكل بالطوموبيلات، وقطعوا الباب ديال الفورغون دخلوا عليهم. قرعوا ايتن شافوهم بزاف، ويلا حاولوا يقاوموهم غادي يصفيوها ليهم، عطاهم ايتن الديسك دير وخلاهم مشاو في حالهم. القرعوا اللوين كعاو حيت سرق لهم الديسك دير من بعد كاع ديك التماره اللي ضربوا، ولكن في هاد اللحظه غيجبد ايتن الديسك دير من جيبو، وغنعرفوا بلي نسخ فيه الديسك اللي خدا مايكل والرجال ديالو قبل ما يدخلوا عليهم. بدات ساره كتقاتل معاه، حاولت تختارقوا، وملي ما قدراتش قرروا يديروه في الشنطه ديال التاجر ويصيفطوا ايتن المكان اللي قا يسلموا باش يعرفوا شكون الشخص اللي كان غيتلاقى التاجر. بالفعل نهار الاخر غنشوفوا ايتن جالس في البلاصه ديال التسليم اللي قال لهم عليها التاجر قبل ما يموت. من بعد مده قصيره وقف واحد من الناس اللي جالسين تما، سلم عليه، قال ليه بلي هو اللي جا باش ياخذ الحموله، وامر المساعد ديالو خدا الشنطه وتحركوا. في هاد الوقيته غتكون ساره صورتهم باستعمال كاميرات المراقبه ديال المطعم، دخلات الصوره في واحد البرنامج ديال البحث على الاوجه، ومن بعد مده قصيره قدروا يعرفوا سميتو بين، ووصلوا لانه محامي ومستشار ديال واحد الملياردير سميتو غريك. بداو كيتعمقوا في البحث، كيحاولوا يعرفوا شنو واقع، وفي الاخير قدروا يستنتجوا ان غريك هو الوسيط ديال صفقه بيع الحموله. كيفاش؟ انا
غنشرح لكم. اول حاجه خدا الديسك ديال من عند اللي سرقوا عن طريق ايتل اللي عند بالو هو الوسيط، ودابا الخطوه الثانيه يوصل الديسك للشخص اللي غيشريه وياخذ من عنده الفلوس يعطيهم للاشخاص اللي سرقوه، وحيت هو الوسيط والطرفين كيتيقوا فيه هو اللي عنده كلمه السر باش كيتفتح الديسك. يعني خاص ضروري صحابنا يحاولوا ياخذوه منه باش يفتحوا الديسك دير ويعرفوا شنو داك الشيء اللي تسرق من مركز الابحاث. بدا كل واحد منهم تيقول اقتراح، في الاخير قرروا يتسللوا لوحده من الحفلات ديالو ويحاولوا يخترقوا التليفون ديالو ويلصقوا ليه ميكروفونات في البيرو اللي كيدير منه الابحاث باش يتصنتوا عليه ويعرفوا داك الشيء اللي ناوي يدير. ولكن راه ماشي ساهل تدخل لوحده من الحفلات ديال دوك الناس. حساب لي كتقول لهم صاحب مول الباش غتدخل، والله يا والديك حتى يعلقوك من الرباح وراس المال. ايوا كيفاش غيديروا ليها؟ ما تخاف ما تدهش، ساره ديما عندها الحل. قدرات تعرف ان غريغ فان كبير ديال واحد الممثل مشهور سميتو داني فرانسيسكو، وقرروا يستغلوه باش يدخلوا لوحده من حفلات غريغ. النهار الاخر وداني في الطائره ديالو كيوجد باش يسافر لشي بلاصه حتى وقف عليه القرع. داني شافو بدا كيغوت عليه كيسولو كيفاش تجرأ طلع للطائره ديالو بلا ما ياخذ الاذن. القرع هذا الوقت كامل كان مكالمي، خلاه حتى سالا وجبد ليه شي بلانات دارهم وإلا وصل للبوليس غيمشي للحبس. داني شاف داك الشيء هو يتراكن البلاك، واش حب الخاطر السي القرع. دابا وليت السي القرع زيد حتى الطريق ونشرح لك. النهار الاخر غنشوفوهم في واحد الميناء في الجنوب ديال فرنسا. عاود ليه القرع البلان ديال انهم محتاجينه باش يتسللوا لوحده من حفلات غريغ، وقصدوا الباخره ديالو على اساس القرع مدير اعماله والاستاذه ساره خطيبته. المهم على الحمر حيد ما فيها والو. في الليل وصلوا للباخره اللي فيها الحفله. السيكوريتي مع ضربوا على داني في البلاصه خلاهم دخلوا. غريغ بنفسه ناض عندهم رحب بيهم وغوت على 2 مليارديرات صحابو وعرفهم عليهم، واحد سميتو ترينت والثاني ارنولد، وعقلوا مزيان على هاد الباكسيه حيت مازال غادي يرجعوا ليه. القرع ما حط رجلو في الباخره قدر بسهوله يرد البال شي وحدين من الرجال ديال مايك معاهم تما وهما كيديو يجيبوا في الهضره. وصلت غريغ ابي صاحبنا معاه كان مشغول وماشي ديما كيتلاقى الممثل داني، خلى المساعده ديالو مشات للبيرو تجاوب وهو بقى معاهم. ساره على القرص ما تحركت مساعده غريغ، دارت براسها غدا للحمام وتبعاتها. دخلت المكتب غريغ ركبات فيه ميكروفون، لصقات واحد الجهاز غادي يعاونها تخترق التليفونات ديال غريغ، ورجعت وقفات معاهم بحال حتى شي حاجه ما وقعت. وغريغ كيعرض على داني وساره القصر ديالو في تركيا، ووقف عليهم واحد صاحبه ملياردير اوكراني وغيطلع هو زعيم المسلحين اللي سرقوا داك الديسك وهو اللي مكلف غريغ يبيعوا ليه لشي حد. الاوكراني حتى هو كان فان كبير ديال داني، بدا هو والرجال ديالو كيتصوروا معاه كيسولوا على شي لعيبات، حتى لهاد اللحظه دخل القرع قال ليه بلي تعطلوا بزاف وخداه معاه وساره وتحركوا من تما. ملي سالات الحفله وتفرتكات الجقله خدا غريغ الاوكراني وقصدوا البيرو ديالو يتفقوا على الصفقه ديال بيع الديسك. بداو كيتناقشوا كل واحد كيقول ثمن، في الاخير قرروا يبيعوه ب10 مليار دولار. وما كيديروا هاد الشيء يكون القرع واللي معاه كيتصنتوا عليهم. حاول الاوكراني يقنع غريغ يقول ليه شكون غادي يشريه من عندهم، ولكن غريغ رفض هاد الشيء ووعدوا بلي حتى المشتري ما غاديش يعرف. باختصار البيع والشاري كيعرفوا غير هو. عرفوا صحابنا من الهضره اللي دارت بيناتهم فين جالس الاوكراني وعصابته، وفي الليل صيفطوا القرع لتما يخترق البيسي ديال الاوكراني. القرع مريقل نقص الصور، لصق واحد العبوه ديال الغاز المنوم في قنوات التكييف خلى كلشي غيب ودخل بشويه عليه. كيتمختر ولد الحرام فتح الكوفر فور جبد منه البيسي ديال الاوكراني زرع فيه فيروس عطاتو ليه ساره، دار على الغرف سرق منهم الفلوس والمجوهرات باش تبان بحال شفار هو اللي دخل للدار وعلق من تما بحال حتى شي حاجه ما وقعت. المعنى الحقيقي ديال خدمه نقيه. من بعد اسبوع مشى داني وساره للقصر ديال غريغ اللي كان عرضهم ليه داك النهار. وصلوا لتما لقاوه كيتسناهم، رحب بيهم، خد داني للكراج وراه الطوموبيلات اللي عنده وعطاه وحده قال ليه فاش يكون غادي يديها معاه. شفتي الكادوات الملاح، عطاه طوموبيل بحال عطاه بشكيطو. اجي تشوف هايطه كاتي في العوله. صاحبي ذوقني من ماتينا في التحضيري باقي تيقولها لي لدابا. داني سمع خو الطوموبيل بغى يطير بالفرحه وفي البلاصه خداه معاه وخرجوا يجربوها. في هاد الوقيته غتكون ساره اخترقت كاع الكاميرات والحواسيب اللي في القصر. اما القرع واللوين فيكونوا مراقبين المحامي ديالو بين. بقى بين غادي القرع تابعوه، اللوين تابعهم بالطوموبيل. قدر القرع يقرب واحد الجهاز عند بين خلى اللوين اخترق ليه تليفونه. بهاد الطريقه غادي يقدروا يتجسوا عليه. الامور كانت غادا مزيان، ولكن واحد اللحظه رد بين البال القرع تابعو صيفط ليه الحارس ديالو يوقفو. كون عرف الحارس مسكين فين غادي والله لا رجع. قال القرع ديك شكون انت وعلاش تابعو دار ليه ديك الراق. كروشي اللوجه عاودوا بكروشي واحد اخر وكود جاب الله التيسير. بين شاف هاد الشيء هرب الطاهر لا تلفتش وراك. بقى هو علاق. القرع تابعوه، اللوين متبع التليفون وتيقول القرع منين داز حتى وصل لواحد البنايه عاليه. طل من الفوق بان ليه واحد طايح في الارض. في الاول حساب ليه بنت لح فاش شافهم غادي يشدوه، ولكن ملي وصل اللوين تاكد منه لقى غير لابس كوستيم بحال ديالو. والقرع كيف فكر فين غادي يكون مشى حتى خرج ليه. غفلوا بغا يدفعوا يطيحوا من تما، ولكن خواليه دار ليه ديك الصدر فحبوا وصدق هو لايح. ضرب بين في الارض وانا لله وداد احمد. ملي عقدهم هز القرع واللوين التليفون من الجوته ديالو وركبوا في الطوموبيل وعفاط. في الليل هما كيحاولوا يجبدوا المعلومات اللي في التليفون بين وصلوا شي معلومات جداد من عند نورمان. اشنو هاد المعلومات؟ انا غنقول لكم.
من بعد مده ديال البحث قدروا المخابرات يعرفوا بلي داك الديسك دور فيه واحد البرنامج ديال الذكاء الاصطناعي قادر يخترق اي حاجه الخدمه ديالها مرتبطه بالحواسي. باختصار اللي طاح في يدو داك البرنامج غيكون قادر يخترق كاع الاسلحه اللي مرتبطه الخدمه ديالهم بالكمبيوتر، يعني يقدر يطلق صواريخ نوويه في اي اتجاه بغا، يقدر يدمر قواعد عسكريه ولا دول، فحال الا قلتي الاسلحه ديال العالم كامل غيوليو في يده. الله يعطيكم الصحه، هذا هو الابتكار والا فالا. وإلا هاد الذكاء الصناعي هبل وقال لك طلع عليه البشر في راسو، شنو غنمشيو جمله ولا اودي كتصنعوا غالب لا. باش ياخذوا صحابنا البرنامج خاصهم ضروري كلمه السر، وباش يقولها لهم كريغ خاصهم يخليو الصفقه تكمل ويحرصوا على ان المشتري غيدوز الفلوس الاوكرانيين. دخل ويا التليفون بين عرف منه بلي كان غادي يتلاقى واحد سميتو قاسم يسلم ليه البرنامج، وهنا قرر القرع يمشي يتلاقى داك قاسم على اساس هو بين. قاسم مع ما كيعرفش بين في وجهه غتجيه ساهله يدوزها عليه، ولكن ملي غيتصل بكريغ يقول لهم اللي عليه كلمه السر ديال البرنامج اكيد غادي يعيق به. وهنا فين غيجي الدور ديال ساره، اشنو غدير؟ غتدخل الصوت ديال القرع في برنامج ديال الذكاء الصناعي تردو بحال صوت بين، عاد غدوزو لتليفون كريغ. في العشيه تلاقى القرع بقاسم في البلاصه اللي دار فيها مع بين. كيف ما توقع صاحبنا قاسم ما شكش برا ان هذا اللي معاه ماشي بين، خدا ليه تليفونو، امر الرجال ديالو قلبوه وشدوا الطريق يتلاقاو الاوكرانيين في البلاصه ديال التسليم. وصلوا لتما لقاوهم كيتسناوهم، خلا معلم وكلشي مسلح، قتل قزر ما كاين اللي يجيب لك الخبر. في نفس الوقت وصل الويل تما، ضرب لك الحطه ديال الميليتير، زير الصباط وهز واحد السلاح وعفطه وحده للبلاصه ديال التسليم. بقى تيقرب حتى وصل للمدى اللي كيتيري ليه السلاح ديالو وعصر عليهم. الوقت والزمان هذا ما تعرف يعيقوا بالقرع، ما تعرف يحاولوا يديروا شي انقلاب على بعضياتهم، بعدا يكون موجود يكالي عليه. وصار في القصر ديال كريك كتوجد برنامج الذكاء الصناعي اللي غيبدل الصوت ديال القرع. وقف على داني سولها شنو المعمول، قالت ليه باللي قربات تسالي المهمه وغيحتاجوا يهربوا في اسرع وقت، وطلبات منه يهبط للكراج يوجد الطوموبيل ويتسنى تلحق عليه. سلموا الاوكرانيين الديسك القاسم، قاسم غوت للقرع يدخل الكود، والقرع اتصل بكريك بصفتو بين قال لهم اللي عليه الكود. قدرات ساره تبدل صوت القرع زائد القرع متصل به من تليفون بين، كاع هادشي خلاه ما يشكش مره ان هذا اللي كيهضر معاه ماشي المساعد ديالو. عطاه الكود دخلوه في الديسك دور، ومع التفتح دوزوا المشترين الفلوس للحساب ديال الاوكرانيين. الاوكرانيين شافوا 10 المليار في الحساب بغاو يطيروا بالفرح، ولكن الفرحه ديالهم ما غاداش تكمل. ما كاملاش دقيقه حتى اخترقت ساره الحساب ديالهم باستعمال الفيروس اللي زرع القرع في الباسي داك النهار، سحبات ليهم ديك الفلوس كامله وركبات مع داني في الطوموبيل اللي عطاه كريك علقوا من تما. كريك مع وصلته الخبار عرفهم عندهم علاقه باختراق الحساب ديال الاوكرانيين، وفي البلاصه صيفط الرجال ديالو يشدوه. في البلاصه ديال التسليم الامور كانت غاده مزيان، ولكن مع اتصل بهم الزعيم ديالهم قال لهم الفلوس تسحبات من الكوط نيشوا في القرع. وين شاف هاد الشيء تيرا في واحد منهم طيح الفقيره تمو، خدا ليه القرع الفردي ديالو تيرا في الاخرين. في نفس الوقت هجم مايكل والرجال ديالو بهليكوبتر، والدعوه غترون. مايكل ملي ما قدرش يفتح داك الديسك اللي خدا خلاهم حتى فتحوا هذا اللي عندهم، عاد هجم عليهم هو والرجال ديالو باش ياخذوا ليه. القرع شافها شبكات هز مع الديسك في الطوموبيل وعفاط، كان غادي يعلق ليهم، ولكن يلا قطع مسافه قصيره تعرضوا ليه وحدين اخرين من الرجال ديال مايكل. تيراو في الطوموبيل فجروا ليه المحرك خلاه وقف، وهدوا حيدوا ليه الديسك ديالو عطوه لمايكل. ملي خدا مايكل الديسك ديالو خلى الاوكرانيين منشورين تما، امر الرجال ديالو يصفيوها حتى القرع وتحرك من تما. بقاو الرجال ديال مايكل كيتسناو حتى مشى، ويلا غيصفيوها القرع ما عرفوا لوين من خرج ليهم. شد نعس طيح حبهم كاملين وركب هو القرع في الهليكوبتر ديالهم وتحركوا عند ساره وداني. مع تيأدي المشاهد الخطيره بوحدو كان كيطير في السوق، بقى علق بالطوموبيل. الرجال ديال كريك تابعينهم، دار واحد الدوره خلى ساره تيرات في الشيفور ديال الطوموبيل الاولى لحتهم في الحافه وعفا. الطوموبيل الثانيه ما باغاش تزاقل معاهم، بقاو تابعينهم كيتيريو فيهم، وحتى كانوا غادي يلحقوا عليهم هو يوصل القرع بهليكوبتر. عصر على داني حتى خرج من النفق، ومع بغاو خوتنا في الله يتبعوه تلاقى لحبهم صاروخ وكتسمع ديك بوم، صفوها ليهم كاملين وسط النفق، وهز معاه ساره وداني وقصدوا القصر ديال كريك. داني كان خايف يوصلوا لتما يصفيها لهم باش ينتقم منهم على داكشي اللي داروا ليه، ولكن غطلع ساره وصلت لبزاف ديال الاعمال المشبوهه فاش اخترقت الحواسيب اللي في القصر، وباستعمالهم قدروا يبتزوه وخلاوه يوافق يعاونهم يسترجعوا الديسك ديالو من عند مايكل. قال لهم شكون الشخص اللي صيفط قاسم يشري ليه البرنامج، وغيطلع المشتري هما صحابو ترينت وارنولد اللي كانوا تعرفوا عليهم في الحفله. دار القرع خطه مع كريك باش يسترجعوا الديسك دور، وفي الليل غنشوفوا داني وكريك داخلين المقر اللي فيه الشركه ديالو. وصلوا عندهم لقاو مايكل كيتفاصل معاهم على الديسك دور. واهلا كتفاصلوا بلا بيا. بغى ارنولد وترينت يرجعوا في العموله ديالو حيت فشل في التسليم، ولكن كريك عنده هضره اخرى، طلب منهم يطفيو الضوء ويركزوا مع واحد البنايه مقابله معاهم، وما حسب حتى لثلاثه كتسمع ديك بوم. ترينت وارنولد شافوا داك الانفجار برد ليهم الماء في الركابي. مور هادشي مباشر عطاهم كريك ليست فيها العناوين ديال كاع افراد عائلاتهم، وهددهم باللي الا ما وصلتوش العموله ديالو من هنا 5 دقائق غيضرب صواريخ في الديور ديالو. مور هاد التهديد خدم معاه داني وخرج من تما. ما حط رجلو برا، تواصل مع القرع اكد ليه بلي الديسك ديور كاين في المبنى. موراها مباشره بدا القرع كيتسلل باش يسرقوا. حاول مايكل يقنعهم ما يعطيوش الفلوس، قال لهم راه غير كيكذب عليهم، وملي رفضوا جبد السلاح كبتها مع مو الرجال ديالو. قرطاس يا ترعرع. مايكل واللي معاه كيتيريو، الرجال ديال ترينت وارنولد كيردوا عليهم. في مده قصيره الوحيد اللي بقى عايش هو مايكل. قصد البيرو ديال ترينت ياخذ ديسك دور القرقرع كيتسناه تما. حاول يهجم عليه شي على حبوا القرع بشنطه لوجه هرس ليه نيفو، وعاودوا للراس غيبه وتحرك من تما. خرج برا لقى وين وساره كيتسناوه، ركب معاهم وعفاط.
نهار الاخر خداو الداسك ديال سلموه لايتن وشدوا الطريق للمغرب يكملوا العطله ديالهم. بغيتو تجيو مرحبا بكم، غاية داكشي ديال التدمير والاسلحه خليوه تم، حنا اصلا مدمرين بلا ما تزيدوا علينا. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الا عجباتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هادي انستغرام ديالي. كان معاكم يوسف، نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.